في الفيديو ده هنتكلم عن فنون تطبيقية، فنون جميلة، وفنون جميلة عمارة. ايه الفرق بينهم؟ بندرس ايه في كل كلية؟ والكليات دي موجودة فين؟ كل الأسئلة دي هنعرف إجابتها في الفيديو ده، فتأكد إنك مكمل للآخر. ولو أنت مهتم بمحتوى الكليات الفنية أو بالمجال الفني عموما فممكن تعمل سبسكرايب، وإن شاء الله هتقابل حاجات تعجبك. ويلا بينا. أولا هسألك سؤال، تعرف إيه الفرق بين المصمم والمهندس والفنان؟ اوكي، خلينا نبدأ بالمهندس. المهندس شخص عملي جدا. اديني معطيات اطلع لك نتائج. عاوز منتج هدي لك منتج مبني على اساسيات وقواعد ونسب ومعادلات ومناسب ليك، طبعا مناسب للوظيفة اللي انت محتاجها. انا كمهندس بعمل منتج وظيفي الغرض منه ان هو يحقق الوظيفة بتاعته وبس. طيب الفنان، انا شخص بعتمد على المشاعر والتجارب اللي بعيشها في الحياة، واي شيء انا بستقبله كل ده بخليه يساعدني في ان انا اطلع في الاخر بالمنتج النهائي. واكيد في اساسيات وقواعد بتعلمها، ولكن مش مشكلة لو كسرت القواعد دي. المهم في الاخر اني اعمل منتج جميل. المنتج جميل وظيفته الجمال وبس. طبعا المنتج الفني غالبا بيكون مقصود بيه التعبير عن شيء معين، مش شرط يكون ليه وظيفة اكتر من كده. اوكي. مهندس منتج وظيفي، فنان منتج جميل. ايه الفرق بقى بيني وبينهم؟ الفرق ان انا مصمم اعمل منتج وظيفي ولكن يكون ليه شكل جميل، وهو ده الفرق بكل بساطة. يعني زي مثلا الساعة، وظيفتها انها تعرفني الوقت ولكن بيكون شكلها جميل. فممكن نعتبر ان ليها وظيفتين، انت ممكن تستخدمها كشكل جمالي وممكن تكون وظيفتها الاساسية ان هي تعرفك الوقت. فهمت الفرق بينهم؟ وده بالظبط هو الفرق بين الثلاث كليات: فنون تطبيقية، فنون جميلة، وهندسة، أو ممكن نعتبرها في الفيديو ده فنون جميلة عمارة. خلينا نبدأ بفنون تطبيقية عشان أنا متخرج منها. فنون تطبيقية موجودة فين؟ حلوان، دمياط، بنها، وبني سويف، وطبعا موجود ليها معاهد وكليات خاصة. طيب ايه اقسام فنون تطبيقية؟ فنون تطبيقية عبارة عن 14 قسم موجودين في الكلية الام في حلوان، وانا قسمتهم على حسب ارتباطهم ببعض بشكل ما. اولا عندنا اقسام المنسوجات، وهم قسم الغزل والنسيج وقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، وهم دول القسمين الوحيدين في الكلية اللي تابعين لنقابة المهندسين. والقسم الثالث هو قسم الملابس الجاهزة أو الفاشن ديزاين. بعد كده أقسام الميديا، وهو قسم الدعاية والإعلان أو الجرافيك، وقسم السينما والتصوير والتلفزيون، وممكن برضو ندخل معاهم قسم الطباعة والنشر والتغليف. وبعد كده عندنا الأقسام التشكيلية، وهو قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم، وقسم الخزف، وقسم الزجاج، وممكن برضو ندخل معاهم قسم المعادن والحلي. والقسم رقم 11 هو التصميم الصناعي، وقسم تصميم الأثاث المعدني والإنشاءات، وقسم التصميم الداخلي والأثاث أو اللي هو ديكور. وفاضل قسم واحد بس معانا وهو قسم الزخرفة. وكده انتهت أقسام فنون تطبيقية، وطبعا موجود منهم بس 9 أقسام في فنون تطبيقية دمياط، و8 أقسام في فنون بنها. وأغلب الكليات والمعاهد الخاصة بيكون تقسيمة الأقسام مختلفة شوية عن التقسيمة الطبيعية. أما ال 14 قسم فهم موجودين بس في الكلية الأم في حلوان. لو حابب نتكلم أكتر عن كل قسم وإيه مجالات العمل اللي هو بيشتغل فيها ونتكلم في تفاصيل أكتر، عرفني في التعليقات وإن شاء الله نعمل فيديو تفصيلي عن كل قسم. بعد كده نروح لكلية الفنون الجميلة. إعلان سريع ومهم: لو أنت محتاج تاخد كورس القدرات اللي هيساعدك تتقبل بإذن الله في كليات الفنون، هتلاقي رابط تسجيل معانا في الكورس في وصف الفيديو. تسجيل مجاني وسهل، سجل وهنتواصل معاك باذن الله، او ابعت لي على انستجرام واعرفك كل التفاصيل. الكليه موجوده فين؟ المنصوره، حلوان، اسكندريه، المنيا، اسيوط، والاقصر. طيب ايه اقسام فنون جميله؟ الموضوع هنا مختلف شويه. فنون جميله بتتقسم 3 أقسام، وكل قسم بيكون جواه أقسام تانية أو شعب داخلية. والثلاث أقسام الأساسية هم فنون جميلة ديكور، وفنون جميلة عمارة، وفنون جميلة فنون. وقسم الديكور بيكون فيه شعبتين: شعبة عمارة داخلية وشعبة الفنون التعبيرية. أما قسم عمارة فهو بيكون البديل الأمثل لكلية
هندسه، وطبعا بيقبل من علم رياضه بس، بحيث ان انت لو ما جبتش مجموع هندسه فانت ممكن تدخل فنون جميله عماره، وهو القسم الوحيد اللي بيكون تابع لنقابه المهندسين. اما القسم الثالث بقى وهو قسم فنون بيتقسم لثلاث شعب، هي شعبة نحت وشعبة تصوير وشعبة جرافيك، وكل شعبة من الشعب دي فيها تفرعات برضه. يعني شعبة نحت ممكن يكون فيها تخصص بارز او تخصص ميداني. اما بالنسبة لشعبة تصوير فهو مش المقصود منه التصوير الديجيتال يعني، لا هو التصوير في الاساس بتاعه اللي بدأ فيه اللي هو الرسم. فعندنا برضه تخصصين جوه الشعبة، وهو تخصص التصوير الزيتي وتخصص الجداريات. وبالنسبه لشعبة جرافيك فهو برضو بيتقسم الى رسوم متحركه وفن الكتاب. وطبعا زي ما قلنا فنون جميله عماره بتقبل من علم رياضه بس، وهنعمل فيديو باذن الله عن تنسيق كليه فنون جميله وفنون تطبيقيه. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو، مش حابب اطول عليك اكتر من كده. لو عاوزني اعمل جزء تاني للفيديو نتكلم عن الاقسام بتفاصيل اكتر، نتكلم عن مجالات العمل لكل قسم، عرفني في التعليقات. ممكن لو عندك اي سؤال تكتبه في التعليقات، وان شاء الله هجمع الاسئله دي كلها واجاوب عليها في فيديو. وشكرا ليك لو وصلت لهنا في الفيديو، ما تنساش تعمل لايك لان ده بيساعد المحتوى انه يوصل للناس الصح. وشكرا لو وصلت لهنا، وسلام.